فيلمنا بيبدأ مع بنت اسمها مي اللي بتكون عايشة في مدينة حديثة جدا وفيها روبوتات بتساعد الناس في أي مجال، وكل الناس بيكونوا مبسوطين بمساعدة الروبوتات ما عدا مي اللي بتكون بتكره التكنولوجيا بسبب إن والدتها بتهتم بالروبوتات جدا، وبتكون مع مامتها وبيروحوا يحضروا مؤتمر إصدار الجيل السادس من الروبوتات، ولما بتوصل بتسيب مامتها وبتتفرج على الملعب العملاق، بس الروبوتات بيطاردوها لان ما ينفعش يكون في اطفال بدون حد كبير، ومي بتهرب وبتدخل جوه نفق وبتلاقي نفسها في مختبر، وبتلاقي عالم اسمه تينر وهو بيتكلم وبيقول ان الروبوت ده هيكون اقوى روبوت في العالم، وبتسمعه بيقول ان المشروع ده سري، وبيمشي ومي بتروح للروبوت وبتلمسه وبيتفكك من بعض، بس الروبوت بيجمع نفسه من تاني وبيشتغل، ومي بتضربه عشان مش بتحبهم، وبيجي روبوت تاني وبياخدها وبيوديها لوالدتها، والروبوت بيلاقي شنطة مي على الارض فبياخدها وبيروح يوديها لها، وبنشوف جاستن الرئيس التنفيذي للمشروع وهو بيشرح للناس قد ايه الجيل السادس متطور جدا، وبيقول ان كل اللي حضر المؤتمر هياخدوا روبوت من الجيل السادس مجانا، وبنرجع تاني لجاستن والروبوت بتاعه ارس اللي بيكون شكله مختلف، وبيروحوا لدكتور رايس وبيقول له انهم لازم يطلقوا الجيل السادس في كل المدينه، والدكتور رايس بيقول له انه لسه شغال على الامن بتاع الروبوت، بس جاستن بيقول له ان هو امن على الناس ومفيش منه مشكله. دكتور رايس بيرجع المختبر مش بيلاقي الروبوت بتاعه، والروبوت في الوقت ده بيكون بيدور على مي عشان يديها الشنطه، وبيحدد مكان مي عن طريق الصوره اللي في ايده، وبيجي روبوت بيحاول يمنعه فبيقسمه نصين، وبيفضل ماشي ورا مي، وبتيجي روبوتات الامن وبتحاول انها توقفه بس بيفشلوا، وبيفضل يدمر فيهم كلهم بسبب انه اقوى واذكى منهم كلهم، وبتوصل مجموعه كبيره من الحمايه المدنيه وبتهاجمه بعنف وبيتسببوا في دمار الطريق والكوبري، وبيقع الروبوت من على الكوبري ومعاه الشنطه ومحدش خد باله منه، والروبوت بيفحص جسمه وبيشوف انه في اجزاء اتعطلت وبيصلحها، ومي بتكون في الوقت ده بتلعب في الملعب في المدرسه، وبتيجي مجموعه من المتنمرين وبيتريقوا على مي وبيخلوا الروبوتات تمسك مي وبيضربوها، ومي بتوصل البيت ومامتها بتشوف انها مضروبه فبتقول لها انها تاخد معاها الروبوت عشان يحميها، بس مي بترفض وبتطلع على اوضتها وهي قاعده بتسمع صوت الكلب بتاعها بره، ولما بتخرج بتلاقي الروبوت جاي وبيديها الشنطه بتاعتها، ومي بتتبسط جدا لما الروبوت بيدمر الروبوت هي متضايقه منه، وبتعرض عليه انه يساعدها بكره في المدرسه، وتاني يوم بتروح المدرسه وبيدمر الروبوتات بتاعت الاطفال اللي بيضايقوها، وبتفرح جدا وبتحضنه وبتتكون علاقه صداقه بينهم، والروبوت بيدمر اي روبوت بيحاول يضايق مي، وجاستن بيكون في لقاء تلفزيوني وبيعرف ان في روبوت بيدمر عدد كبير من الروبوتات، وبيقول لهم انهم اهتموا بالموضوع ودمروا الروبوت، بس الكلام ده طبعا ما حصلش، وجاستن بيهدد الدكتور رايس وبيقول له انه لو ما لقاش الروبوت هيقتله، وبيقول له بعد ما يلاقي الروبوت ويدمره هيكمل مشروعه في تطوير الجيل السادس، والروبوت مع مي بيمسح الذكريات اللي ملهاش لازمه عنده، ومي بتفتكر لما والدها وهي صغيره اتخانق مع مامتها وساب البيت ومن بعدها ما رجعش، والدكتور رايس في الوقت ده بيحدد مكان الروبوت عن طريق مي اللي معاه على طول في الفيديوهات، ومي والروبوت بيروحوا يدمروا الروبوتات بتاعت الاطفال اللي اتنمروا عليها، والروبوت بيقول لمي انهم كده غلط اللي بيعملوه، فمي بتقول له ان هو غبي وبتسيبه وبتمشي، والروبوت بيمسح وحده التحكم في الاسلحه عشان ما يأذيش حد تاني، وبيروح لمي عشان يصالحها وبيقول لها ان اهم شيء ذكرياته معاها، وبيروحوا على البيت وبيلاقوا الدكتور رايس هناك، والدكتور رايس بيشرح لهم انه صمم الروبوت ده عشان يدمر الجيل السادس لان جاستن عاوز يدمر كل البشريه، وبيقول لهم ان كان صديقه زمان بس اتغير لما صنع الروبوت ارس، وفجاه بيجي جاستن والروبوت بتاعه ارس وبتبدا معركه بين الروبوتات، بس طبعا بيكون ارس اقوى لان الروبوت التاني مسح التحكم في السلاح ومش قادر يدافع عن نفسه غير انه يتفادى الضربات، وجاستن بياخد الدكتور رايس وام مي وبيهرب، وإرس بيتسبب في انفجار كبير بس الروبوت هو ومي بيهربوا، ومي بتتعصب عليه جدا لانه ما قدرش يعمل حاجه ومامتها اتخطفت، بس الروبوت بيقول لها انه مسح التحكم في الاسلحه عشان كده ما قدرش يعمل حاجه، وبيقول لها ان عمل كده عشان ذكرياته معاها، وبتقول له ان ذكرياتهم مش اهم من حياه مامتها، وبتمشي وبتروح لشركه جاستن وبتركب الدرون عشان تحرر والدتها، وروبوتات الامن بيحاصروها بس الروبوت بيجي وبيساعدها وبيدمروا في كل الروبوتات، وبيقول لها ان هيرجع ذكريات الاسلحه بس ده هيتسبب انه ينساها، بس مي بترفض وبيقرروا ينقذوا والدتها بدون استخدام الاسلحه، وبيوصلوا لمكان الدكتور رايس وجاستن بيكون عمل لهم فخ عشان يدمر الروبوت، وبتحصل معركه قويه جدا في الملعب اللي مليان جماهير بين الروبوت ارس والروبوت بتاع مي، وارس طبعا بيكون الاقوى لانه روبوت مي من غير اسلحه، ومي بتوصل لمكان مامتها وبيوصل جاستن وبيهددهم وبيقول لهم ان هيقتلهم بالروبوتات الجيل السادس لانها قنابل، ومي بتكون موجهه الكاميرا على جاستن اللي كل الناس بتكون شايفاه، ومي بتضربه بس بتتفاجئ انه روبوت، وبنفهم ان ارس عمل روبوت شبهه عشان يقضي على كل البشر، والناس كلها بتهرب قبل ما الروبوتات تموتهم، وبنشوف مي اللي بتحاول تهرب من جاستن اللي بيهاجمها وبيوقعوا هما الاثنين من على السطح، والروبوت بيشوفها وبينقذها قبل ما تقع، وبيقول لها انها هينسى كل الذكريات، فبيقول لها انه لازم يعملوا ذكريات جديده من تاني، والروبوت بيقدر يدمر كل الروبوتات من الجيل السادس ما عدا ارس اللي بيحصل ما بينهم معركه كبيره جدا، والذكريات بتبدا تتمسح وهم طالعين للفضاء، وبعد ما الذكريات بتتمسح الروبوت بيدمر ارس كليا وبيفصل خالص، واول ما مي بتلمسه بيشتغل من جديد بس ما بيكونش فاكر اي حاجه، وبتحضن والدتها وبتبدا في صناعه ذكريات جديده للروبوت. ولو عجبك الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك واشتراك. انا احمد ويلة واللي كتب السكريبت ده القائد محمد عوض.